وسيلة حقيقية للسيطرة على معطيات الفساد. إذا أنت إذا اختلط الخاص بالعام أنت واقع تحت طائلة تحت طائلة الفساد. طب أنت لما تيجي النهارده تتكلم عن الفساد في الدولة، الفساد في السلطة، بتسمع وبتقرا، وعايز أقول لحضرتك كل اللي أنت بتشوفه ده زي موضوع وزير الزراعة اللي طلع فاسد، ده أقل أنواع الفساد في مصر. وما تستغربش أنا بقول لك الكلام ده بردك من منطق المعلومات، لأن أكثر أنواع الفساد الموجود عندنا في مصر يا حضرات هو الفساد الخاص بالقيم الاجتماعية. اسأل نفسك كده، إحنا طول الوقت بنقول الحق ما بتقولوش، ده ربنا كمان هيحاسبك مش على اللي أنت بتقوله واللي أنت بتعمله، على المفروض كنت تعمله وما عملتوش، المفروض كنت تقوله وما قلتوش. عايز اقول لحضرتك ان الفساد في مصر اللي احنا عايشين فيه وبتسمع